اطلع جلالة الملك نصره الله بالمناسبة على الحالة الصحية للمصاب الذي لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى، كما استفسر عن حالة باقي المصابين المتواجدين تحت المراقبة الطبية. وأعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعليماته السامية للتكفل شخصيا بمصاريف جنازة الضحايا وبمصاريف العلاجات والاستشفاء بالنسبة للمصابين. ومن خلال هذه العناية الملكية أعرب جلالة الملك عن تضامنه التام وتعاطفه الكلي مع الضحايا ووقوفه إلى جانب الأسر المكلومة. وعلى إثر وقوع الحادثة تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما استدعت الحالة الصحية للشخص المصاب بإصابة بليغة نقله عبر طائرة طبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش. وقد وقعت هذه الحادثة التي خلفت مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح في الساعات الأولى من صباح اليوم على الطريق السيار الرابط بين مراكش